السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض غدا مصري أصيل بريحة وطعم الزمن الجميل، وهقول لكم على تتبيلة حلوة جدا للفراخ المشوية في الفرن. دي تتبيلتي اليومية تقريبا، تتبيلة رائعة بتعطي للفراخ لون وطعم وريحة ونكهة مميزة جدا. مش بس كده، كمان هنعمل طبق فاصوليا خضراء طريقته بسيطة جدا ومميزة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ليا طلب عندكم، ياريت تتابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير من الناس. أول حاجة هنعملها هنحضر التتبيلة. حطيت في الكبة طماطماية وبصلاية وفلفل أخضر وكمان فلفل حار، لو عندك فلفل ألوان ممكن تزوديه. هنفرم كل ده وهننزل بيهم في بولة. هزود فصين كبار من الثوم المفروم، هتبلهم بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة جنزبيل ومعلقة صغيرة من السماق وكمان رشة من القرفة. هنظبط الملح بتاعنا حسب كمية الفراخ اللي احنا مستخدمينها. هزود عليهم برضو شوية زعتر وبهارات فراخ، وفي الآخر هزود عليهم معلقة عسل أبيض وربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون أو الحبهان المطحون. هزود عليهم برضو حوالي عصير ليمونتين 2. هنقلب بقى التتبيلة دي كلها كده مع بعض. بعد كده هاخد التتبيلة دي واتبل بيها الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ انا غسلاها بمية وملح وخل وليمون وشطفها حلو جدا، عاملة كمان فيها فتحات. هدخل التتبيلة دي من تحت الجلد وفي الفتحات اللي انا عاملاها دي، وادعك الفراخ حلو جدا بالتتبيلة واتأكد ان هي اتغلفت من جميع الجهات. هرصها بقى في صينية حاطة فيها شرايح من الطماطم والبصل والفلفل الأخضر، لو حابينها سبايسي ممكن تزودوا قرن شطة حار. هزود عليها بواقي التتبيلة اللي فايضة معايا، احطها كده على وش الصينية. هدخلها بقى الفرن رف أوسط يكون سخن مسبقا، مش هزودها ولا نقطة مية وكمان مش هغطيها بورق فويل، وهسيبها لحد ما تستوي وتاخد اللون بتاعها. بعد كده جبت حلة حطيت فيها مكعب زبدة وهنزل بمعلقتين كبار من الزيت وبصلاية مقطعاها كده مكعبات صغيرة. هقلب البصلاية دي لحد ما تدبل معايا. انا مش عاوزاها تاخد لون، عاوزاها بس تدبل وريحتها تظهر. هنزل بمعلقة من الثوم المفروم والفلفل الحار، هقلبهم لحد ما ريحة الثوم تظهر معايا. الخطوة دي حلوة وبتنقل الطعم وبتعزز طعم الطبق، أنا بحب أضيفها في كل أكلاتي. بعد كده نزلت عليها برضو بمعلقة من الكزبرة الناشفة، هقلبها وهنزل بقى بالفاصوليا. أنا استخدمت فاصوليا مفرزة. هقلب الفاصوليا وهتبلها بعد كده برشة من الفلفل الأسود وكمان بهار مشكل. هزودها مكعب من المرقة. هقلبها حلوة قوي بقى مع التتبيلة دي لحد كده ما الفاصوليا تاخد من طعم التوابل دي وكمان تسخن معايا. بعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم الفريش وهنظبط الملح بتاعنا، وهغطيها بقى واسيبها على نار متوسطة لحد ما تستوي براحتها خالص. ودي أبسط طريقة ممكن تعملي بيها الفاصوليا الخضراء، بتطلع معاكي مظبوطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، طعمها بجد بيكون خطير. وكمان الفراخ بتاعتنا استوت وخدت اللون الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم دخلتها الفرن وما زودتهاش خالص مية، هي استوت في السوائل اللي نزلت منها وكمان السوائل اللي نزلت من الخضار. كمان ما شغلتش عليها الشواية خالص، هي خدت اللون ده من حرارة الفرن. تسوية الفراخ بتبقى حسب حجم الفراخ اللي انتوا هتستخدموها، ممكن تقعد معاكم من 3/4 ساعة لساعة كاملة. انا عملت بقى جنب الاكلة دي شوية رز بالشعرية، وكانت اكلة في منتهى الجمال، طعمها وريحتها حقيقي فوق الوصف.